أهلا بيكم. لو داخلين على أي انترفيو تكنيكال قريب أو حتى لو عايزين نفهموا إزاي التطبيقات اللي بنستخدمها كل يوم بتكون سريعة، يبقى لازم نركز في الشرح النهاردة. هنتكلم عن السورتنج algorithms أو خوارزميات الترتيب، وده مش مجرد موضوع نظري، ده أساس كل حاجة سريعة وقوية بنتعامل معاها. فيلا بينا نبدأ على طول. فكرتوا قبل كده إزاي لما تفتحوا أمازون وتطلبوا ترتيب المنتجات من الأرخص للأغلى النتائج بتظهر في أقل من ثانية؟ إحنا بنتكلم عن ملايين المنتجات. إزاي ده بيحصل؟ الموضوع بيبان كأنه سحر، لكن الحقيقة إنه علم وهندسة من الطراز الرفيع. والإجابة اللي ممكن تفاجئكم هي إنهم في الحقيقة مش بيقدروا يعملوا كده، على الأقل مش بالسرعة الخارقة دي، إلا لو البيانات دي مترتبة مسبقاً. الترتيب هو البطل الخفي، هو اللي بيجهز كل حاجة ورا الكواليس عشان العمليات دي تحصل في لمح البصر. وده بالظبط اللي كنا بنتكلم فيه في الشرح اللي فات عن الباينري سيرش. فاكرين لما قلنا إن الشرط الوحيد والأساسي عشان نقدر نستخدمه هو إن الأري تكون مترتبة؟ من غير ترتيب البحث السريع ده بيبقى مستحيل، وهنضطر نمشي على كل عنصر واحد ورا التاني، وده طبعا بطيء بشكل لا يطاق. تمام، خلينا نبدأ من الأول خالص. في خوارزميات ترتيب بسيطة جدا وسهل نفهمها، ممكن نعتبرها نقطة البداية، لكن زي ما هنشوف هي مش الأفضل خالص من ناحية الكفاءة. تخيلوا كده إنكم ماسكين ورق كوتشينة في إيديكم ومحتاجين ترتبوه بشكل تلقائي، هتعملوا إيه؟ غالباً هتمسكوا كل ورقتين جنب بعض، تقارنوهم وتحطوا الصغيرة قبل الكبيرة وتفضلوا تكرروا الحركة دي لحد ما كل الورق يترتب. الفكرة البديهية دي هي أساس أول خوارزمية هنتكلم عنها. الخوارزمية دي هي البابل سورت. هي بتعمل بالظبط زي ما كنا بنقول، بتلف على الليستة كذا مرة، وفي كل لفة بتقارن كل عنصرين جنب بعض، ولو مكانهم مش صح بتبدلهم. ومع كل لفة أكبر عنصر بيفضل يطلع لفوق في الليستة زي الفقاعة، عشان كده اتسمت بابل سورت. طيب لو هي بالبساطة دي، إيه مشكلتها؟ المشكلة بتظهر في الكفاءة بتاعتها، أو اللي بنسميه في علم الكمبيوتر التايم كومبلكسيتي. في حالة البابل سورت، التايم كومبلكسيتي بتاعتها هي O n squared أو big O of n squared. ويعني إيه O of n squared؟ ببساطة معناها إن الأداء بيسوء بشكل مرعب كل ما حجم البيانات يزيد. يعني لو عندك 10 عناصر ممكن تاخد 100 عملية. طب تخيل لو عندك مليون عنصر، الأداء هينهار تماماً، وده طبعاً ما ينفعش أبداً مع حجم البيانات اللي بنتعامل معاه النهاردة. عشان كده الخوارزميات البسيطة دي مش كفاية، إحنا محتاجين حلول أذكى وأقوى. ودلوقتي معادنا مع الأبطال الحقيقيين في عالم الترتيب، الخوارزميات اللي بتستخدمها الشركات الكبيرة بجد. عشان نقدر نتعامل مع ملايين بل مليارات العناصر محتاجين استراتيجية أذكى بكتير. الاستراتيجية دي اسمها فرق تسد أو divide and conquer. الفكرة عبقرية، بدل ما تحاول تحل مشكلة كبيرة مرة واحدة، قسمها لمشاكل صغيرة جدا وسهلة. حل كل مشكلة صغيرة لوحدها وبعدين اجمع الحلول دي تاني مع بعض. وأول بطل بيستخدم المبدأ ده هو الميرج سورت. دي خوارزمية recursive، يعني بتنادي على نفسها. وظيفتها إنها تفضل تقسم الأري لنصين، والنصين دول لنصين تانيين، وهكذا لحد ما توصل لمرحلة إن كل عنصر بقى في أري لوحده. وبعدين تبدأ المرحلة التانية، الدمج بترتيب. مرحلة التقسيم أو الديفايد سهلة جداً. بنبدأ بالأري الكاملة اللي مش مترتبة، نقسمها نصين، بعدين نمسك كل نص ونقسمه هو كمان، ونفضل نعمل كده لحد ما نوصل لكتير من الأريز الصغيرة كل واحدة فيها عنصر واحد بس. وطبعاً أي أري فيها عنصر واحد هي بطبيعتها مترتبة. وهنا بقى بيحصل السحر في مرحلة الكونكر أو الدمج. بنبدأ ندمج الأريز الصغيرة دي مع بعض تاني، بس وإحنا بندمج بنرتبهم. نمسك كل اتنين وندمجهم في أري واحدة أكبر ومترتبة، ونفضل نكرر العملية دي، ندمج المترتبين دول مع بعض لحد ما في الآخر نرجع لأري واحدة بس كاملة ومترتبة 100%. تمام، ودلوقتي نيجي للخوارزمية اللي كتير بيعتبروها الأفضل، واللي اسمها بيعبر عنها تماماً، الكويك سورت. الكويك سورت بتعتمد على فكرة محورية وبسيطة جدا اسمها البيفت. إيه هو البيفت؟ ده مجرد عنصر بنختاره من الأري، أي عنصر. مهمة العنصر ده إنه يقسم باقي العناصر لمجموعتين، كل العناصر اللي أصغر منه في ناحية وكل العناصر اللي أكبر منه في ناحية تانية. فالخطوات بتمشي كالتالي: أول حاجة بنختار البيفت، تاني حاجة بنعمل partitioning، يعني بنعيد ترتيب الأري كلها بحيث كل العناصر الأصغر من البيفت تيجي على شماله وكل العناصر الأكبر تيجي على يمينه. كده البيفت بقى في مكانه الصح والنهائي. تالت حاجة
بنكرر نفس الخطوتين دول بشكل recursive على المجموعتين اللي على شمال ويمين البيفت. وهنا بقى نوصل لأهم جزء ممكن تتسألوا فيه في أي انترفيو تكنيكال، المواجهة الحاسمة. إمتى نستخدم merge sort وإمتى نستخدم quick sort؟ إيه هي الفروقات الجوهرية اللي بينهم واللي بتخلينا نفضل واحدة عن التانية؟ الجدول ده بيلخص كل حاجة. في المتوسط سرعة الاتنين ممتازة، التايم كومبلكسيتي بتاعتهم ON log N، وده الرقم رائع. لكن في أسوأ الحالات الكويك سورت ممكن أداؤه ينهار ويوصل ل ON squared، على عكس الميرج سورت اللي بيفضل ثابت ومستقر. من ناحية استهلاك الذاكرة أو السبيس كومبلكسيتي الكويك سورت بيكسب لأنه بيحتاج مساحة أقل بكتير، وهنفهم حالاً يعني إيه stable و in place. طيب يعني إيه خوارزمية stable؟ ببساطة معناها إن لو عندك عنصرين ليهم نفس القيمة ترتيبهم بالنسبة لبعض مش هيتغير بعد عملية السورتنج. الميرج سورت بتضمن الموضوع ده، لكن الكويك سورت لأ. والميزة دي ممكن تكون مهمة جدا في حالات معينة، زي لو بترتب بيانات موظفين حسب القسم وبعدين حسب تاريخ التعيين. أما in place sort فدي معناها إن الخوارزمية مش بتحتاج مساحة إضافية كبيرة في الذاكرة عشان تشتغل، هي بترتب العناصر في مكانها الأصلي تقريباً. الكويك سورت يعتبر in place، وده بيخليه موفر جداً في استهلاك الميموري، على عكس الميرج سورت اللي بيحتاج يعمل arrays إضافية عشان يقدر يعمل عملية الدمج بتاعته. طيب قبل ما نخلص خدوا مني النصيحة دي معلومة صغيرة هتفرق جدا وهتخليكم مميزين في أي انترفيو. أسوأ سيناريو للكويك سورت اللي بيخليه يوصل ل O of n square بيحصل لما تكون الأرية أصلاً مترتبة أو شبه مترتبة. ده فخ كلاسيكي. طب إزاي نتجنبه؟ الحل بسيط، ما نختارش دايماً أول أو آخر عنصر كبيفت. الحل الأفضل هو اختيار بيفت عشوائي. لو ذكرتوا المعلومة دي في الانترفيو هتثبتوا إنكم فاهمين الموضوع بعمق ومش مجرد حافظين. يبقى كملخص سريع لكل اللي قلناه، الترتيب هو حجر الأساس لأي عملية بحث سريعة. الخوارزميات البسيطة زي البابل سورت بطيئة جدا ومش عملية للبيانات الكبيرة. الميرج سورت والكويك سورت هما المعيار اللي بيستخدم في الصناعة بكفاءة ON log N. وأهم حاجة هي إنكم تفهموا الموازنات بين كل واحدة والتانية، الوقت مقابل المساحة مقابل stability. ودلوقتي بعد ما عرفنا كل ده، عندي سؤال وتحدي ليكم. لو مطلوب منكم تعملوا ليدر بورد أو قائمة صدارة في لعبة عليها نتائج مليون لاعب، والقائمة دي بتتحدث باستمرار، هتختاروا أنهي خوارزمية عشان تفضل مترتبة طول الوقت وليه؟ فكروا في كل العوامل اللي اتكلمنا فيها وسيبوا لي إجاباتكم في